في اوائل التسعينات هوندا كانت بتقود عالم السوبر سبورت بفضل سي بي ار 900 ار ار فاير بليد اللي غير مفاهيم السرعة والتحكم في البايكات الكبيرة. بس مع مرور السنين المنافسة بدأت تبقى أصعب وأقوى، فسوزوكي وكawasaki وياماها كانوا بيقدموا بايكات جديدة بقوة وأداء مرعبين. هوندا كان عندها تحدي كبير، ازاي تفضل متصدرة. الحل كان الجيل الثالث من الفاير بليد اللي عرفناه باسم سي بي ار 919 ار ار، واللي ظهر للعالم اول مرة سنة 1996. والشعب كله حب البايك ده، وفي الفيديو ده هنعرف سوا ليه، فما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. خلينا نبدأ بالميكانيكا والتطور التقني. هوندا قررت ان هي ما تغيرش المعادلة بالكامل، لكن حسنتها بشكل كبير، فركزت على حاجات كتير زي المحرك، قوة وسلاسة أكبر. زودت سعة المحرك من 893 سي سي في الجيل الأقدم ل 919 سي سي، وده سبب التسمية عموما. المحرك ده كان 4 سلندر انلاين 4 وبيخرج حوالي 130 حصان وعزم 92 نيوتن متر، ودي أرقام كانت قوية، واحنا هنا بنتكلم عن 99 98 وأقدم من كده كمان. تم تحسين نظام حقن الوقود وإعادة تصميم غرفة الاحتراق بالكامل لتحسين الأداء في السرعات العالية. الوزن وتوزيع الوزن الذكي كمان اتغير. الشاسيه كان أخف وزنا مقارنة بالجيل اللي قبله، وزنه الإجمالي كان حوالين ال 207 كيلو. وهوندا استخدمت تقنيات توزيع وزن متطورة عشان تحافظ على الثبات وتخلي التحكم في البايك أسهل بكتير. تانك البنزين اتصمم من أول وجديد بحيث يكون أخف ويوزع الوزن بطريقة أحسن وشكله أحسن. طبعا الفرامل والسسبنشن كمان اتغيروا، تحكم أكتر وثبات أكتر، فبقى يجي قدام بفرامل دبل ديسك قدام مع كاليبرز 4 بيستن لفرمله اقوى واسرع واستجابه احسن، مع مساعدين قدام مقلوبه، ودي كانت من الحاجات الجديده على الفئه وقتها، بقطر كبير وكمان تقدر تظبطها، وكمان مساعد خلفي وسطي تقدر تظبطه هو كمان بحيث انه يكون طري او ناشف حسب الطريق، بس انت اللي تعمله، مش بيتعمل لوحده. ما تنساش ان ده بايك موديل 98. الجير بوكس والتحكم برضو شافوا تحسينات. فنقل الحركة بقى 6 سرعات متصمم عشان يوفر تسارع سلس وسريع في كل غيار. نظام الدبرياج اتطور اكتر لتسهيل نقل السرعات وتقليل مقاومة الدوران، يعني علشان يسهل نقل الغيارات من الاخر. كمان هوندا عدلت وضعية الجلوس وقللت الارتفاع علشان يبقى مريح اكتر، لان السي بي ار 900 كان مرفوع قوي عن الارض. الاداء والمبيعات، هل كان النجاح مضمون؟ سي بي ار 919 كان بيقدم اداء رائع، وكان اسرع واخف واسهل في التحكم من الجيل الاقدم منه، لكن المنافسة وقتها كانت قاتلة. ياماها قدمت الار 1 واللي بالمناسبه يكون ليه فيديو قريب، والبايك ده كان اخف وزنا واقوى، وده بدا ياثر على مبيعات هوندا وسعره كان اقل كمان. في اول سنه من اطلاق السي بي ار 919 قدرت هوندا تبيع عدد محترم جدا منه، لكن مبيعاته ابتدت تقل بسرعه مع ظهور منافسين اقوى. في مصر تحديدا البايك ده مشهور جدا، وناس كتير لسه بتشتريه وبتستعمله لحد النهارده، خصوصا الناس اللي من الجيل الاقدم شويه، وده ليه شويه اسباب زي سعر البايك فيعتبر رخيص على ادائه، وانه عملي واعطاله قليله كمان، وده اللي خلى معظم الناس هنا تحبه. وهوندا من اكتر الشركات المحبوبه اصلا في مصر بشكل عام. بس انا شايف انه خلاص البايك ده جار عليه الزمن حرفيا وبقى عجوز. الموديلات الاقدم من الفاير بليد كانت بتبيع ارقام ضخمه، لكن 919 ما قدرش يحافظ على نفس المستوى، فارقامه كانت اقل منهم. طيب ايه المشاكل اللي واجهته عشان يحصل فيه كل ده؟ اولا عدم وجود تطوير كبير مقارنه بالموديل اللي قبله، هم حسنوا كتير، لكن التحسينات ما كانتش تحسينات جذريه. وطبعا منافسه الياماها ار 1 القويه اللي كان بيقدم اداء اقوى بوزن اقل وسعره قريب. الناس كانوا متوقعين قفزه نوعيه، لكن في الاخر التحسينات كانت بسيطه. من الاخر ما كانش جيل جديد، تحسه فيس ليفت كده، وده ضايق الناس اللي كانوا مستنيين البايك ده وقتها ومحبين هوندا طبعا. طيب النهايه وليه تم ايقاف انتاج البايك ده؟ مع بدايه الالفينات المنافسه كانت بتزداد قوه، وهوندا ادركت ان هي لازم تغير استراتيجيتها، فتم ايقاف انتاج 919 في 1999 في ساعات كتير هنا، وتم استبداله بسي بي ار 929 ار ار اللي كان محاوله جديده لمنافسه الار 1 وسوزوكي جيكسر 1000. وصدق او لا البايك ده كمان فشل اكتر من 919. كنت عامل عنه فيديو بتكلم عليه بالتفصيل وازاي فشل، تقدر تروح تشوفه وتفهم القصه كامله. على الرغم من انه ما حققش نجاح ضخم زي السي بي ار 900 ار ار مثلا، لكنه كان واحد من اقوى واكتر البايكات اعتمادا عليه في وقته. كان بيجمع بين القوه والثبات والمتانه، ولسه لحد النهارده موجود في الشارع وبيتباع منه كتير. وده لو دل على شيء هيدل انه بايك كويس وعمره طويل. سي بي ار 919 النهارده بيعتبر بايك كلاسيكي لمحبي السوبر سبورت، وكتير من الناس شايفينه انه واحد من اقوى البايكات اللي صنعتها هوندا في التسعينات. انت ايه رايك؟ قولي في الكومنتات، وتفتكر هوندا كان عندها حق ان هي توقف البايك ده، ولا لو كانت طورته كان هيبقى احسن؟ قولي برضه، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وشكرا على المشاهده.